السلام اخوتي المغاربه، نبغيكم تكونوا على خير وبخير بصحه جيده. اخوتي المغاربه، ابراهيم دياز لاعب كبير، وهاد ابراهيم دياز راه بحالو بحال ميسي، واللعب ديالو شبيه اللعب ديال ميسي، غير هو ما لاقيش الحق ديالو في ريال مدريد. كي كانوا كيعطيوه الرسميه في ريال مدريد كراه لاعب كبير، يعني اللعابه غيعاونوه غيزيد يولي لاعب كبير، غيبان تبان الموهبه ديالو. دابا ريال مدريد كيبينوا اللعابه اللي ما ناقصين، ولكن ابراهيم دياز راه مش شحال هادي هما بحال اللي كيديروا عليه النقابه، ما كانوش كيبغيو يلعبوه مع انشولوتي، مع داك اللي جا جديد الاخر، هذاك المدافع. المهم داروا كلهم تقريبا ما كانوش كيلعبوه، داروا عليه مجهود باش ما يلعبوش. هو كان كيلعب رسمي كان ابراهيم دياز خدا الرسميه ديالو، حيت ابراهيم دياز ماشي لاعب عادي، هو لاعب كبير، غير هما مهمشينو بزاف. مع المنتخب لعب في كاس افريقيا، دا الهداف ديال كاس افريقيا، غير هي داك البيلانيتي اللي ضيع مع السنغال حطماتو، وكانوا بزاف ديال الانتقادات يوصلوه. والصراحه ابراهيم دياز عنده شخصيه قويه، ورجع بقوه. وفي هاد كاس العالم هذا غتكون المفاجاه من ابراهيم دياز غيثبت للعالم، ماشي غير المغرب ولا لدوك الدول اللي كانوا كينتقدوا ابراهيم دياز على دياز بيلانيتي، غيثبت لهم بان ابراهيم دياز لاعب عالمي بحالو بحال ميسي. يعني لاعب عنده الطريقه ديالو كيفاش كيلعب. وابراهيم دياز الصراحه لاعب خلوق، ويعني عنده الاخلاق ديالو، والصراحه خص غير اللعابه يعاونوه، وان شاء الله غيكون ابراهيم دياز في العالميه، انا متاكد منها. المنتخب المغربي مع اللعابه اللي عندنا في الميليو، ومع الدفاع اللي عندنا، والجول اللي عندنا بونو، ياسين بونو وعيسى ديوب، المنتخب غيوصل للعالميه صحه. باش ما بغاو المغرب غيقول الكلمه ديالو. تحية اخوتي المغاربه.